من ناحية الرياضية البحتة، لقجع يدرك جيدا بأن لولا تواجد يعني لقجع في الكاف وفي الفيفا لما استطاع ليلوزيتش الذي لم يكن يقدم مستوى كبير وكبير جدا مع المنتخب المغربي. يعني تمكن ليلوزيتش من الحصول على عدة مزايا بتواجد لقجع في الكاف وفي الفيفا، بدليل مثل ما قلت في الحصة السابقة المغرب أجرى التصفيات المؤهلة إلى المونديال ذهابا وإيابا على الأراضي المغربية، وهذه من الأفضليات التي قد لا يجدها ليلوزيتش في بلد يعني في فيدرالية أخرى. لذلك لو لم يكن يعني هذا الدفع من لقجع من الناحية الإدارية في الكاف وفي الفيفا، لربما المغرب لم يكن بوسعه التأهل إلى مباراة السد. حتى في مباراة السد رأينا بأن أضعف المنتخبات واجهها المغرب مقارنة بالمنتخبات التسعة الموجودة. لذلك أدرك بأن لو ذهب بأليلوزيتش إلى المونديال بذلك المستوى الذي كان يدعمه لقجع إداريا، وبإبعاده لنجوم المغرب الثلاثي المعروف زياش والناصيري وما إلى ذلك، كان يدرك جيدا بأن مستوى المنتخب المغربي لم يكن يرقى لمبارزة بلجيكا وحتى يعني كرواتيا. لذلك يعني تدخل لقجع في الوقت المناسب، ومثل ما قلت أيضا في الحصة السابقة استلهم من التجربة الجزائرية وعاد إلى الكادر المحلي المكون في أوروبا تماما مثل ما حدث للجزائر مع بالماضي. الفرق ربما بين بالماضي والركراكي يا عماد، يعني حتى لا نظلم بالماضي مرة أخرى، بالماضي عندما استلم مقاليد يعني الإدارة الفنية في المنتخب الجزائري وجد منتخب منهار، عكس الركراكي الذي وجد منتخب متأهل إلى والله يا المونديال. فريد لدينا